أهلا بالجميع. إعمال حقوق الإنسان في الأعمال التجارية كان هذا موضوع دليل انشغل عليه تحديدا وتم مناقشته. هذا الأمر يتعلق بقديش بنقدر اليوم ندمج مبادئ حقوق الإنسان في العمليات والقرارات التجارية، وهذا الموضوع اللي ارتبط في إطار الحماية، الاحترام والإنصاف. الموضوع مباشرة كان من ضمن ما قدم بدليل كما أشرنا من خلال الهيئة المستقلة اللي كان بهذا الموضوع مع الغرف التجارية في دليل إرشادي. أرحب بضيفنا العزيز الدكتور نعيم سلامة، هو الخبير القانوني ومعد هذا الدليل، وهو أيضا أستاذ القانون التجاري في جامعة النجاح الوطنية. مرحبا بك دكتور نعيم، أهلا وسهلا. أهلا بك، مساء الخير لحضرتك ولجميع المستمعين لراديو علم ومتابعينه. أهلا وسهلا أهلا فيك. وسهلا دكتور حتى نبسط الأمور للي بيسمعنا. يعني يعني مش عارف كده أقول لك، لكن السؤال زي ما بقولوها بالشعبي، شو دخل حقوق الإنسان في التجارة؟ صحيح. سؤال جدا مهم. احنا تعودنا أن نسمع عن حقوق الإنسان، عن حرية الرأي والتعبير ومكافحة العنف ومكافحة التعذيب. كل هذه المنظومات اللي تعودنا عليها، لكن صدرت عن هيئة الأمم المتحدة مبادئ توجيهية، سميت بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن إدماج حقوق الإنسان في بيئة العمل. مهم. هذا موضوع حديث، وموضوع أصلا هو ينعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص وعلى الشركات. لما الشركة أو المؤسسة تتبنى مع إدماج حقوق الإنسان وتحترم مهم. حقوق الإنسان في عملها اليومي وفي عملها المستمر، يكون لديها نظام لمنع التمييز في مكان العمل، يكون لديها آه. تعليمات تمنع التمييز أيضا في بين الذكر والأنثى، بين العامل والعاملة. وجود هناك تعليمات في المؤسسات الصناعية تحترم الصحة العامة، تحترم البيئة، مهم. تحترم مبادئ عدم تلويث التربة من المنتجات أو من المخلفات الصناعية. كلها مبادئ لها علاقة بحقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان هي حق الإنسان في الحياة، وحق الإنسان في التعليم، وحق الإنسان في الصحة العامة، وحق مهم. الإنسان في بيئة نظيفة، وحق الإنسان يعني غير مرتبط فقط بالتعبير عن الرأي كما تعودنا، أو موضوع متعلق بمنع التعذيب وما شابه ذلك، وإنما حقوق الإنسان هي يعني متعددة وتدخل بشكل كبير لدى الشركات ولدى المؤسسات. وأيضا مثال، أيضا يعني أنا أطرح هذا المثال. مهم. شركات تكنولوجيا المعلومات، اللي هو التواصل الاجتماعي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، كيف تصرفت الشركات الكبرى بحجب الرواية الفلسطينية واستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل إبادة الشعب الفلسطيني. مهم. هذا قواعد وسلوكيات غير أخلاقية اتبعتها الشركات، وبالتالي حقوق الإنسان هي متجذرة أيضا في قطاع المال والأعمال. نعم. طيب، هذا الدليل فعليا قديش بتناسب مع أرضية وواقع العمل الفلسطيني اللي موجود عندنا، لحتى نقدر نقول إنه يعني في إمكانية لدمجه لتطبيقه، وفي ذات الوقت حتى لاحقا تعميمه. تمام. طبعا هذا موضوع إدماج حقوق الإنسان في بيئة العمل هو موضوع بدأ الحديث عنه على المستوى الفلسطيني حديثا. جرت هناك خلال الأشهر السابقة عدة مشاورات مع عدد من مم. المؤسسات الحقوقية وعدد من المؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص، اتحاد الغرف التجارية، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، وزارة الاقتصاد، عدد من مؤسسات القطاع الخاص كانت هي شريك في النقاش والتشاور بهذا الموضوع. أيضا عدد كبير يعني من الشركات وأصحاب الأعمال وصاحبات مم. الأعمال اللي شاركوا بنقاش هذا الدليل، وأن يكون هذا الدليل موجه لأصحاب الشركات ولأصحاب المصانع والمصالح الاقتصادية، أنه مم. كيف هم توعية لهم كيف هو يدمج حقوق الإنسان في بيئة العمل. بدينا نركز بمعايير لها علاقة بالحق الأدنى، متعلقة باحترام وتعزيز العمل اللائق داخل مم. المنشآت الاقتصادية، وصولا إلى وجود معايير يعني أعلى من ذلك. طبعا هذا بيعتمد حسب
حجم المؤسسة الاقتصادية، على حجم الشركة، أيضا على لأن هذا الموضوع مش إلزامي بالقانون وإنما هو طوعي. فإحنا جاري النقاش في الوقت الحالي على منح حوافز للشركات أو المؤسسات التي مهم. تتبنى إدماج حقوق الإنسان، وبالتالي سيكون هناك حوافز معنوية وسيكون هناك حوافز مالية. الحوافز المعنوية كان هناك نقاش، واتحاد الغرف التجارية وعدد من المؤسسات نعم. جاهزون أنهم يوضعوا مع مجموعة من المعايير اللي يكون فيها تكريم معنوي أو إعطاء شهادي للشركة أو إن هذه الشركة أو المؤسسة تلتزم بمعايير حقوق الإنسان، وبالتالي هذا ينعكس على سمعتها في مهم. البلد، بينعكس على سمعتها في السوق. جمعياتنا كمستهلكين كمواطنين عندما نستمع أن هذه الشركة تحترم حقوق الإنسان في مهم. صناعاتها وفي تعاملاتها وفي علاقتها مع موظفيها، بالتأكيد هذا الشيء يعزز من مكانة وسمعة هذه الشركة لدى المستهلكين. جانب آخر في هناك حوافز مالية، طبعا هذا بحاجة إلى موافقة من الجهات الحكومية المختصة. لا يوجد شيء نهائي لغاية الآن، وإنما هناك أفكار جارية على تطويرها وبلورتها من خلال التنسيق مع مختلف مهم. الشركاء والمؤسسات. نعم. أخيرا، مع كل النقاش اللي صار، هل في تعديلات معينة ممكن تطرأ على هذا الدليل، أو في نسخة جديدة ممكن يتم لاحقا على الأقل تطويرها أكثر وأكثر، طبعا بناء على التجربة اللي بدنا نقول عنها يعني حاليا في مرحلة طوعية؟ صحيح، هي حاليا هي مرحلة طوعية ومرحلة توعية مهم. للشركات أو للمؤسسات أو حتى للجهات التمثيلية التي تمثل الشركات والقطاع الخاص. المرحلة الحالية هي توعية، هي تشجيع. المرحلة اللاحقة نتطلع أن يكون في هناك حوافز، قد تكون مهم. حوافز مالية وهناك أيضا حوافز معنوية. حقيقة الموضوع حقوق الإنسان هو وإدماجه في بيئة العمل هو موضوع غير مكلف للشركات ولا يرتب آثار يعني قد تثير القلق لدى أصحاب الشركات. هو موضوع مبني بالأساس على تعزيز سمعة الشركة وفتح آفاق على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي متعلقة بسمعة الشركة وبعلامتها التجارية وبحضورها على المستوى المحلي والمستوى الخارجي. نعم. كل الشكر لك على كل هذه المعلومات دكتور نعيم سلامة. شكرا للخبير القانوني ومعد هذا الدليل، هو أستاذ القانون التجاري أيضا في جامعة النجاح الوطنية. أهلا بكم من جديد. خلينا ننتقل يمكن تجربة جديدة كانت بالانتخابات على مستوى الفصائل بهذا الموضوع. كان سبقها خدمة أو عفوا انتخابات على مستوى المحليات. هذا الموضوع ترتب عليه تبعات بين قوسين الناس اللي بتزعل، لكن الملفت قديش بيضطروا اليوم ياخدوا خطوات ذات علاقة. البعض بيطالب بالانفصال الإداري، البعض صار يشكك في النتائج وما إلى ذلك. في هذا الأمر بيخلي الموضوع قديش يعني في واحد كتب في فترة الانتخابات المتعلقة مثلا بالمؤتمر الثامن اللي صار مؤخرا لحركة فتح، قال إن الانتخابات هي الأداة الوحيدة المتاحة أمامنا في موضوع الاختيار وإن لم تكن أداة صحيحة. أرحب بالأستاذ عارف جفال، مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات. أهلا وسهلا فيك أستاذ عارف، مرحبا عبر أهلا، علم. مرحبا بكم سيدة ولكل جمهورك الكريم. أهلا وسهلا أستاذ عارف. أستاذ عارف، خلينا نقول في البداية، قديش فعلا الانتخابات فقط هي الأداة المتاحة أمامنا اليوم في موضوع الاختيارات، ويساء مرات أو على الأقل يمكن هيك بنشوف الصورة استخدامها رغم إنها بين قوسين الأداة الوحيدة والديمقراطية الموجودة. يعني هي الانتخابات الأداة لمنح الشرعية في العصر الحديث. أيوة. هذا تطور، هذا ما تطور له العلوم السياسية بدون توريث وبدون إدارة إلهية وإلى آخره، وبالتالي يعني هو النمط الموجود. الحديث هلا ما في أنماط أخرى متداولة بالعالم اللي ممكن الحديث عنها. هلا إمكانية بجوز الناس بتاخذ وكأنه كل عملية انتخابية لازم تعمل التغيير الثوري الكامل، وهاي مستحيلة في أي نظام حتى لو صار له 200 سنة ديمقراطي.
بالتالي يعني احنا بجوز مشاكلنا بالعالم العربي وفلسطين خصوصا مهم. تباعد الانتخابات من مرحله لمرحله، وهي آه يعني إذا على سيره المؤتمر الثاني نحن نحكي عن حوالي 10 سنوات صحيح. ما بين المؤتمر والمؤتمر، وبالتالي هي فتره طويله. اجيال بتمر عليها اللي كانت شابه بالمؤتمر السابع اليوم صفت ناضجه وبمنتصف الخمسينات، وبالتالي وضع طبيعي لما مم. بتتباعد الانتخابات انه يكون في انتقادات كثيره، مهم. جزء منها محق وجزء غير محق طبعا، نعم. لانه يعني اذا بنفهم شو اللي احنا رايحين ننتخبه. اذا بنتخب مجلس بلدي لا ما بعني انه بنتخب قياده الضفه الغربيه على سبيل المثال، نعم. ولا اذا بشارك في مؤتمر معناته لازم اتمثل جغرافيا زي ما بصير بالسوشيال ميديا هلا. معبي الدنيا انه تم اقصاء الاقليم الفلاني ولا المنطقه الفلانيه ولا القريه. هذا مؤتمر عام مش مؤتمر منطقه مهم. ولا شعبه في موقع اللي انا انتقد انه يعني تم تجاوز الموقع. هلا حسابات الناس مختلفه والكل بشعر انه لازم يكون ممثل بالطريقه اللي هو بده اياها، لكن اللي نعم. بيلجأ لصندوق الاقتراع بيقبل النتيجه. مهم. طيب أستاذ عارف، يعني يمكن حكيت حضرتك على نقطة كتير مهمة، فكرة التباعد اللي بتصير، وأحيانا ممكن كمان تغيير الأنظمة في كل مرة أو في كل دورة أو في دورتين ورا بعض بهذا الموضوع، وبالتالي بندخل بطريقة إعادة تفكير بهذا السياق. والبعض بيقول ما هي الانتخابات اليوم صارت جزء من أدوات التطويع للناس أكثر من كونها أدوات إفراز من يرى الناس مناسب في هذا المجال، ويستدل على ذلك في موضوع نسب عدم التصويت. بديش أقول مقاطعة أنا. مهم. طبعا هلا هاي مسألة خلافية وعالمية. يعني كثير من الأحيان مم. الحزب اللي بيكون مسيطر على البرلمان مثلا عنده أغلبية بحاول يطوع النظام بما يخدم مصالحه، وهذا يعني مش إشي معزول عن الواقع. مم. آه، بعض الدول الأخرى لا، اللي بتعتقد أنه هذا قانون سيادي والبت فيه يجب أن يخضع لحوار مجتمعي موسع مم. ويصير توافق عليه والى اخره، وبالتالي مستوى الديمقراطيه في العمليه هو الاهم. احنا بجوز لاحظنا الخلافات اللي نشأت نتيجه تفرد وزاره الحكم المحلي في قانون الانتخابات المحليه على سبيل المثال، وما بعد الانتخابات والانتقادات اللي طالت القانون. بجوز لو الناس شاركت وفهمت النظام الانتخابي المقترح مم. كان ممكن تعديله قبل إقراره وإصداره وتنظيم انتخابات عليه. فهاي المسألة يعني لما نوصل لمرحلة أنه إحنا بدنا نصمم نظام انتخابي ملائم لفلسطين، مش ملائم لحزب ولا ملائم لوزارة ولا ملائم لجهة معينة، بحل مشاكل. لما الحزب مثلا على سبيل المثال مم. بحس انه نظامه الانتخابي ما بيوفر العدالة لكل قطاعاته، عليه انه يلبي رغبة القطاعات هاي ويطور نظامه انتخابي بما ينسجم مع رؤيته مع وحدة الحزب. بالتالي هاي المسألة رح تضل مسألة خلافية وكثير. الاشي المبكي بعض الاحيان انه الغير مختص بصير يعطي بوصفات العلاج، وهي نعم. المسألة للأسف يعني بتدخلنا في دوامات الحلول السريعة بدون الدراسة المتأنية مم. والمبنية على وقائع وإشراك أكبر شريحة ممكنة. مش ممكن لا عارف جفال ولا أحسن حدا بيفهم بالانتخابات نعم. إنه لوحده يروح يحط نظام انتخابي في موقع غير موقعه يعني، نعم. وحتى في موقعه هو مم. بحاجة لخبرات أخرى، لأنه كل ما تنوعت الخبرات كل ما تم إغناء الفكرة. احنا بنخاف وبنعتقد انه اللي بيخالفنا معناته بضرنا او بقلل صحيح. من قيمتنا للأسف يعني. نعم. طيب أستاذ عارف، مع كل هذه الأشياء اللي عمالها بتصير، قديش الخشية من فكرة نمطية صورة الانتخابات بأنها أداة، يعني ترتيب مصالح لأشخاص بعينهم في هذا المجال، وهي سلم قصير للوصول إلى السلطة بمعنى القيادة، سواء كان الموضوع بلدية ولا بدولة ولا بتشريعي ولا بأي مسمى بهذا الموضوع، من أنه فعلا في إساءة استخدام عالي إلها، كمان مرة بنرجع بنقول تفقد الناس الثقة فيها.
صحيح. هو يعني بجوز احنا حكينا في حلقة سابقة معكم صحيح. انه جزء من عدم او العزوف. العزوف اللي صار في الانتخابات البلدية له علاقة بالوعودات اللي تطلق في كل مم. انتخابات، وكأنه أنا جاي بدي أغير بال4 سنوات أعمل شغل ال40 سنة. وهاي للأسف بتصير في كل المستويات، مثل ما أسلف زي اللي بيجي بده يحارب الفساد لسه ما دخلش البرلمان يعني. وبالتالي كيف بنتعامل مع الانتخابات؟ نتعامل معها كأداة اللي ممكن إمكانية التغيير فيها بيعتمد على وزني أنا. يعني مش معقول واحد مثلا في بلدية زي بلدية الخليل جاب مقعد يقول إنه أنا بقدر أغير في البلدية لأنه في غيره كتل أخرى وهو هالمقعد مم. الوحيد. هلا ممكن أفكاره تكون نيرة ومهمة مم. للبلدية، لكن هل مجبرين أعضاء البلدية كلهم يأخذوا لا. فيها؟ هاي المسألة للأسف اللي بتتطور. هلا لما بصير النقاش وبنشوف كثير ناس بتقبل على العملية الانتخابية بدون ما تفهم قواعدها، مم. وسواء في الانتخابات المحلية كثير من الناس اللي فهمت انه اللي بيجيب اعلى الاصوات معناته هو رئيس البلدية مثلا. مم. من وين اجتك يعني المعلومة هاي مش جزء من القانون. وبالتالي نعم. بعض الناس كيف فسرت القانون كل حدا فسره بطريقته. عشان هيك انا بعتقد ان هي مسؤولية جماعية اليوم مم. ان نكون واضحين وصادقين مع انفسنا انه الانتخابات ما راح تعالج كل مشاكل الشعب الفلسطيني، ولا نعم. كل مشاكل الحزب السياسي، ولا مشاكل البلدية، ولا حتى الجمعية. مم. هي مم. أداة من الأدوات لمنح الشرعية لجسم لاتخاذ قرارات. سواء المفروض أنه أنا أكون دارس القرارات مسبقة عبر البرامج الانتخابية، بس إحنا مرة ثانية مم. مرينا وبجوز أكثر انتخابات ما كان البرنامج مهم والشخوص هو مهم من الانتخابات البلدية السابقة. انه شفنا كيف الناس لما راحت تنتخب فلان عمل نظم لقاء الديوان، وفلان نعم. بعائلته، وفلان بجمعيته. وبالتالي احنا طلعنا من نمط البرنامج الجمعي لكل القائمة او كل صحيح. المجموعة إلى الحاجة الفردية اليوم. الى الحاجة الفردية. والفرد مرة ثانية فرد بكل مكوناته وكل قدراته. الشخص يعني ممكن يبدع في علمه، لكن بالشأن العام هون بدنا مجموعة العقول مش عقل واحد يعني. مم. مم. وعشان هيك أنا بعتقد هاي مسؤولية اللي بوضع القانون، واللي مسؤولية الناس إنه ما أنا أفطن للقانون زي مثلا الانتخابات البلدية مم. أو انتخابات مؤتمر حركة فتح. طب ما هو القانون هذا معمول فيه من قبل، ما حدا تنبأ إنه هذا القانون بده تغيير غير بعد ما طلعت النتيجة وشعر حاله خسران. نعم. وهل في مجال انه يكون في توصيات محدده سواء على مستوى المحلي او المستوى الحزبي او المستوى الوطني؟ دائما في تطويرات للعمليه الانتخابيه بتنطلق مم. من الادوات المتاحه والهدف المنشود منها. لكن احنا بصراحه كلياتنا بنفطن فقط اسبوع الانتخابات. نعم. الانتخابات المحليه بيبدا الاهتمام فتره الترشح فقط، صحيح. 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 وبتفاجئوا ناس انه عليه تراكم براءة ذمة عشان مش عارف كم من ألف نعم. وإلى آخره. وجزء منهم طلع مش مسجل، وجزء منهم انتقل للموقع قبل أقل من سنة وبالتالي حرم لأنه هيك القانون بيحكي. فكثير من القضايا لأنه احنا مم. بنعتقد انه في الوساع. مثلا اليوم خلصت الانتخابات المحلية، انا بدي ادعي في خلال شهر 7 للقاء وراح نبلغكم في الخليل لنقاش دروس ومحدش راح مستفادة يجي. من الانتخابات المحلية. ممكن أكون أنا وياك وبعض الوجوه اللي معتاد إنها تيجي على بالضبط، اللقاء بتروح على كل الفعاليات هاي بتكون. بالضبط، والباقي واللي طلع صوته خلال الانتخابات راح أو أكيد حتى بعد يطلع الانتخابات بالانتخابات بردة الفعل القادمة. زي ما سميتها في البداية. نعم. صحيح. بأدي هذا كلياته بالتأكيد إلى هذه النتائج. هذا الواقع وهذا الموجود على فكرة. هي الخيارات الثانية ما عندناش خيارات تانية أصلا. شكرا لك أستاذ عارف ضيفنا العزيز. أستاذ عارف جفال طبعا هو مدير مرصد العالم العربي شكرا للديمقراطية لك. والانتخابات. شكرا أستاذ عارف. شكرا لك. أهلا بكم. قالت معطيات حقوقية ومحامون إن هناك استقالات جديدة. نحكيش عن عدد كبير بالمناسبة أو حتى شيء ملفت، لكن تكرر الموضوع خلال أسبوعين أو 3 باستقالة قضاء أو عاملين في القضاءين الإداري والنظامي الفلسطيني. الموضوع يمكن مناقشته باعتباره
إشي عملي طبيعي في صفوف القضاة. ما بين فترة وأخرى في ناس بيطلعوا لحالهم بشكل طبيعي، لكن في هذه الظروف صار الحاجة واحد قاضي في البلد، شو اللي بيخليه يطلع؟ ليش بقرر يترك هذه المهنة؟ هذا إن كان يصح تعميم هذا الأمر. أرحب بالمستشار أسامة الكيلاني، هو المستشار والخبير في الشؤون القانونية وهو القاضي السابق بالتأكيد. أهلا بحضرتك أستاذ أسامة، مساء الخير. أهلا بك، حياك الله، مساء الخير، الله يسعدك يا رب. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية من خلال خبرتكم المهنية اللي كانت سعادة المستشار في العمل القضائي الفلسطيني، فكرة استقالة القضاة بشكل عام هي شيء يعني متداول بتكرر يعني بشكل عام بدنا نقول؟ هو بالواقع خلينا نحط الأمور بمسارها الصحيح قبل ما نبلش. نعم. هي مش استقالات. أنا حكيت مع أحد القضاة كنت فاهم إنه استقالة. هم اللي استقالوا قضاة 2 في نعم. المرحلة السابقة، أو بالصورة اللي بدي أنقل لك إياها. هو أنا لما حكيت معاه سألته عن إنه هو استقال، قال لا أنا ما استقلت، أنا قدمت طلب للإحالة إلى التقاعد المبكر. صحيح يعني ممكن من حيث النتيجة تؤدي نعم. إلى نفس المعنى، إنه هو يعني لكن هو ترك العمل الانسلاخ أو القضائي الانفصال عن بالآخر. نعم. القضاء. ألو. نعم دكتور أسامة. يعني هي تؤدي يعني إلى نفس النتيجة، لكن بين الاستقالة وطلب الإحالة للتقاعد في يعني نواحي قانونية يعني بتختلف عن بعضها، لكن بالمعنى انه هو ترك القضاء بإرادته، يعني وهي شبيهة بالاستقالة. هم القضاة اللي يعني طلبوا إحالة أنفسهم للتقاعد 2، واحد من المحكمة الإدارية وواحد من محكمة النقد. طبعا هي الأسباب اللي ممكن يعني تؤدي للقضاء يعني للعودة للعمل الخاص أو لعمل المحاماة هي بسبب الأوضاع المزرية في الجهاز القضائي لأسباب كثيرة، ليست هي الأسباب المادية الوحيدة التي طغت على السطح بهذا الموضوع. هناك أسباب كثيرة. يعني هو القاضي أصبح الآن هو في مرحلة ما بعد التعديلات التي طرأت على قانون السلطة القضائية. هي أصبح القاضي تابع للسلطة التنفيذية، وأصبح لا يعني في كثير من الأحيان القرار القضائي أصبح لا يعبر عن أنه هو يعني قرار صادر من محكمة مختصة لها استقلاليتها ولها سيادتها. القاضي اللي يعني هو عنده النزاهة، والقاضي الذي يشعر بالضيم من التدخل في الجهاز القضائي يجنح نحو الخروج من القضاء. هذا سبب. السبب الآخر قد يكون سبب اقتصادي، والقضاء يعني رواتبهم في الوقت الحالي هم لا يتقاضوا سوى 50% من الراتب في ظل احتياجاته البالغة. أكثر القضاء أصبحوا يعني في سن متقدم، عندهم أولاد يتعلمون في الجامعات وعندهم مسؤوليات، أصبح الراتب لا يكفي. يعني أنا على صعيد الشخصي بقارن نفسي أيام ما أنا كنت في القضاء. كان راتبي كنت أتقاضى كامل في الفترة السابقة. أيام ما كنا إحنا كان القضاء يعني بالوضع الاقتصادي منيح، وكانوا القضاء بتقاضوا رواتبهم وكان في عندهم استقلالية. لكن إحنا كما تعلم يعني الجميع إحنا خرجنا من القضاء بسبب يعني الإشكالية اللي حصلت بيننا وبين السلطة التنفيذية نتيجة تدخلها في الجهاز القضائي. الآن القاضي أصبح في وضع مادي يعني لا يحسد عليه. القضاة هم بحاجة لرعاية أكثر من الناحية المادية، بحاجة لرواتبهم. القاضي لا يستطيع أن يستدين. القاضي يجب أن يكون مستقل ماليا. يعني لا يكفي الاستقلال القضائي أو الاستقلال القانوني. أنا والله قاضي مستقل، ما يجب أن يكون مرتبط برضه بنواحي أخرى. الاستقلال المالي من أهم أسباب الاستقلال. استقلال القاضي أثناء نظره للقضية. والله أنا إذا معيش راتب بدي أروح أستقرض من واحد وبعدين يجي هالواحد هذا عندي على المحكمة إيه صحيح. ولا أنا قاعد بنظر له بقضية. شو هالاستقلال هذا؟ إذا الدولة بدهاش توفر لي الراتب تاعي أحسن إني أنا أطلع منها. هلا في ثاني إشي، 2 استقالوا أو يعني 2 من المحكمة الإدارية. واحد أحالته المحكمة العليا، الهيئة العامة في المحكمة الإدارية العليا للتقاعد، وواحد احتج على الموضوع واستقال. يعني هاي الاستقالات صارت بهذه الصورة، أكثر من هيك ما صار.
نعم. لكن الإعلام كبر الموضوع وأظهر الموضوع كأنه لا، القضاء هو والله استقالة يعني. القاضي بالعادة يمكن أمر غير معهود على مستوى العمل القضائي المفروض، إلا إذا كان في ظروف معينة. يعني أي موظف ممكن يستقيل، الكل بيسأل وراه. كيف لما نحكي عن قاضي أو حدا بمسمى يعني ضمن سلطة قضائية من المفترض في هذا المجال، ولا أستاذ سامح؟ يا يا سيدي العزيز، صحيح. أنا شخصيا استقلت، وأنا استقالتي مثلا. ثابتة ثابتة. كنت في لقاء مع أعتقد محطة راية مم. أو رؤية، نعم. محطة إذاعية أن نعم. هنا، وأجاني خبر أن أنا المحكمة الدستورية أعادتني للعمل. قلت لهم أنا بدي أستقيل وأعلنت استقالتي من على المنصة يعني، وقلت مم. أنا هذا القضاء لا أستطيع أن أعمل فيه، الذي يعني تتدخل فيه السلطة التنفيذية وتشرع فيه القوانين كيفما اتفق، وتصدر قرارات بقوانين دون يعني تمريرها على المجلس التشريعي، ودون مم. اتخاذ الآلية القانونية الواجبة لإصدار هذه القوانين. استقلنا هيك، شايف. نعم. والاستقالات اللي موجودة حاليا أنا برأيي إنها هي استقالات محدودة ولا تصل إلى المستوى المطلوب. أتمنى على القضاء أن يعيدوا النظر في موضوع عملهم في ظل ظروف اقتصادية بائسة. نعم. لكن هذا الأمر بينطبق على أمور أخرى. لكن حضرتك أشرت إلى طبيعة العمل القضائي وحساسيته وخصوصية القاضي كقاضي في هذا المجال، وشفنا جزء من القضاء بعد بيرجع لطبيعة العمل الأصلي، وهو في مجال المحاماة والأمور القانونية والحقوقية الذاتية. هو أستاذنا، يعني أنا بحب أسمي الأشياء مسمياتها. نعم. أنا بني آدم، أنا كقاضي سابق، أنا مهم. كنت في المحكمة العليا، نعم. وأنا أعمل الآن محامي، وأنا معارض لهذه السلطة القضائية رغم أني أنا بشتغل محامي. نعم. السلطة القضائية الموجودة حاليا لا تملك من أمرها شيء. السلطة القضائية الآن هذا من ناحية يجب أن واقعية قانونية ولا من ناحية إجرائية بس؟ من ناحية قانونية، ومن ناحية آه. إجرائية، ومن ناحية كمان سياسية. السلطة القضائية الآن ليست حرة ولا مم. تتبع، شايف، الأصول التي يجب اتباعها من حيث استقلاليتها. السلطة القضائية الآن هي سلطة تابعة للسلطة التنفيذية، وهي ليست سلطة مستقلة. هي مم. الآن عبارة عن نافذة من نوافذ السلطة التنفيذية. يا ريت لو انها مثلا باب من ابوابها، هي نافذة من نوافذها مم. وبتطلعوا عليها من شباك صغير. هاي السلطة القضائية. لو انه السلطة التنفيذية القائمة على الحكم ترعاها رعايتها الصحيحة، لا يجوز أن يكون القاضي محتاجا. القاضي المحتاج لا يستطيع أن يحكم، لا يستطيع أن يدلي برأيه في قضيته، لا يستطيع أن يصدر قرارا مستقلا في أي قضية ينظرها. مم. القاضي يجب أن يكون شبعان، القاضي يجب أن لا يكون زعلان. هي أحكام، يعني أحكام مجلة الأحكام العدلية هيك بتقول. تقول يجب أن يكون القاضي يعني يتصف بصفات علاوة عن الصفات الشخصية التي يجب أن يتمتع بها، يجب أن يتمتع بمزايا أخرى. قالت أنه يجب أن لا يكون محتاج، يجب أن لا يكون جيعان، يجب أن لا يكون مريضا، يجب أن لا يكون طرفا في الخصومة، يجب أن لا يكون قريبا لأحد الخصوم. هذه الأشياء كلها مجتمعة تؤدي إلى استقلال القضاء. أنا بقول لك أنه بجوز في هذه الأشياء بجوز مش متوافر عند القضاء 20% منها. من أسباب الاستقلال. وبالتالي القضاء، حتى كثير من القضاء الذين تم تعيينهم بعد 15/7/2019 اللي هو التاريخ اللي كان فاصل بين التاريخ القديم اللي طلعنا احنا فيه والتاريخ الجديد اللي هم يعني اجوا عليه، اللي هو يعني 15/7/2019 بدأت تعيينات جديدة. 90% منهم مش مصدقين انه الواحد منهم قاضي، هذا اصبح موظف. انا مش بحكي لك هذا الحكي على اساس اني انا ما اخذ موقف منهم، بس انا بنقل شو اللي بشوفه. قاضي الصلح اللي هو يبقى جاي معين قبل يومين، وبكون واقف باب القاضي قبل شهر يترجاه مشان يعني يقدم له طلب اخلاء سبيل بالكفن ولا كذا ولا كذا، بيصير بعد ما يتعين ثاني يوم بتجبر باصحابه اللي كان واقف هو وياهم وكان يجوز يحكي على القضاء. يعني احنا امورنا كلها مكركبه في القضاء. نعم. بدي اشكرك جزيلا المستشار اسامه. هاي صوره، يعني هاي الصوره اللي بعطيك اياها يعني بجوز صوره انطلاقا يعني يمكن من طبيعه عملك اليوم كمان كمحامي. انا بحكي لك اياها، انا بنقول لك الصوره السابقه والصوره اليوم. هم اجوا قالوا بدنا نصلح القضاء، ماشي الحال.
بعد 15/7 انتم مش صلحتوا القضاء، انتم هدمتوا القضاء من اساسه. القضاء اذا كان في عله قبل 15/7 او كان في علتين او 3 أو 10، انتم عملتوا القضاء فيه 85 مليون عله. بطل القضاء مثل ما انك انت بتتخيل انه يكون في قضاء، ممكن انك انت تكون مثلا واثق انه هالقاضي راح يعطيك الحق اللي انت بتطلبه. يا رجل إخلاءات السبيل بالكفالة، إخلاءات السبيل بيخلى سبيل المتهم في الكفالة، الأجهزة بترضاش تطلعه، وبتروح للقاضي بتقول له ترى في 1 2 3، القضاء الأجهزة الأمنية لا تحترم قضاء، بقول لك أنا شو دخلني؟ إيش شو دخلك أنت؟ ولا شو قاعد بتعمل؟ نعم. هذا جزء يمكن من تجاربكم اليومية أستاذ أسامة، اللي يمكن على الأقل بتعطي صورة اليوم لوين وصلنا ولشو طبيعة صارت هذا العمل، مع دائما التأكيد في راديو علم على حق كل الأطراف المذكورين في هذا المجال بالتعليق والرد. شكرا جزيلا المستشار أسامة الكيلاني، وهو الخبير أيضا في الشؤون القانونية والقاضي السابق. شكرا لوجودك معنا أستاذ أسامة. يعطيك العافية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم ومرحبا بالجميع. قبل حوالي شهر تقريبا خلصت الانتخابات المحلية في هذا الموضوع. تقرير لمركز مساواة بيطرح بعض يعني من خلال مراقباتهم اللي كانت خلال هذيك الفترة، وكان ملفت فيها الأمية. المعطيات الموجودة في هذا الأمر ملفتة، نعرفش قديش بينحكم عليها، قديش ينطبع موجود. طبعا هذا طبعا من ضمن حوالي 47 انتهاك سجلت في الانتخابات. ما علينا، مش سيرة، لكن موضوع يمكن الملفت وتم الحديث فيه على موضوع الأمية. بدي أرحب مباشرة بالأستاذ إبراهيم البرغوثي، هو مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية في مركز مساواة. في هذا أستاذ إبراهيم، مساء الخير. مساء النور لك والمستمعات والمستمعين المحترمين. يعني كيف في موضوع الأمية وصلتوا لفكرة أنه هذا انتهاك يستحق أنه يكون في العنوان الرئيسي لتقريركم؟ وبالتأكيد ليس فقط انتهاك، هو يعني مؤشر قاتل لنزاهة الانتخابات. لأنه إحنا عدنا إلى إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المتعلقة بالأمية، ووجدنا أنه معدل النسبة بين الرجال والنساء، يعني نسبة الأمية في فلسطين وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2.1 في 10%. 2.1 بالعشرة%. هاي لأي سنة عفوا؟ هذه قبل سنة أو سنتين، يعني حديث. نعم. أحدث نسبة. أحدث دراسة أو أحدث بيانات أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء بشأن الأمية. نعم. هلا مراقبينا إحنا كان لنا حوالي 53 مراقب على الانتخابات، راقبوا على جميع، خلينا نقول، أو محافظات الضفة، طبعا مش جميع المراكز لكن جميع المحافظات، وأوردنا أسماء المحافظات التي تمت الرقابة على مراكز انتخاب فيها في تقريرنا الذي أشرت إليه حضرتك. أجمع مراقبينا على أن نسبة الادعاء في الأمية التي شهدتها الانتخابات ومكنوا المدعين والمدعيات في الأمية من التصويت، يعني من المشاركة بالعملية الانتخابية بصفة أمي أو أمية، وبالتعاون مع شخص آخر وفقا لما يقضي به القانون مبدئيا، تجاوزت هذه النسبة كتير. يعني تجاوزت بشكل لافت كبير. يعني في عندكم رقم تقديري بناء على عينة؟ يعني احنا يعني كل تقرير بيجي بيقول لك ادعاء لافت، الادعاء بالأمية بأعداد لافتة من المقترعين، وبالتالي لما تجمعت هاي التقارير من كل المراكز أصبحت الظاهرة عامة. بس احنا لم نولي هاي المسألة، أو مراقبينا لم يولوا المسألة الحسابية أو الإحصائية للأعداد، ولكن الكم الذي وردنا من مراقبينا مجتمعين أشار إلى أن هذه النسبة تفوق 2.1
1/10%، تفوق بشكل كبير. وهذا أدى إلى، أو رأينا أنه هذا دعنا من كونه جريمة انتخابية، وسيساءل أمر من يثبت قيامه بالادعاء بالأمية والتصويت وفقا هذه الطريقة يساءل جزائيا، إلى أنه الأثر الخطر أو الأثر الكبير هو ما يؤثر هذا التصويت بهذه الطريقة على نزاهة الانتخابات. العبرة أن تكون انتخابات نزيهة وتخلو من الأخطاء الجسيمة التي تمس نزاهتها. وبالمناسبة هذا ما تولينا المناقشة حوله مع السادة لجنة الانتخابات المركزية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير. أعطوكم يعني رد تعقيب معين أو بالجهود التي توضيح؟ بذلتها، لكن هاي مشكلة في منتهى الخطورة. احنا اقترحنا حلول. زي ايش في حلول في الموضوع؟ واحد بقول لك انا لا بعرف اقرا ولا اكتب، شو مطلوب منه؟ يجيب وثيقة. سجل الناخبين الذي يجري تحديثه باستمرار. صحيح. اخر سجل الناخبين يضيفوا خانة اسمها خانة انت هيك بتعطيه مبرر ولا لا؟ انه انا بصير بسجل لك الموضوع قبل بسبق، شو بدي دريك؟ لا، بصير هيك قانوني واسمي موجود قبل ما ادخل وتجرب. واسمي موجود انه انا متعلم ولا لا. لما بدي انا اسجل في سجل الناخبين لا نكون امام مرحلة اقتراع، لان هي تسبق كثير مراحل. لكن شو إمكانية التدقيق والتحقق من موضوع الأمية أستاذ إبراهيم حتى تضمن كمان إنه ما تكون شهادة نافذة أخرى لمن قد يستخدم؟ وزارة الحكومة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، هم عندما يعد السجل الانتخابي يفحص من قبل هذه الجهة، وسهل أن تكتشفه ساعتها. لأنه احنا بنحكي عن تخفيض سن الاقتراع وسن الترشح. يعني مش عم نحكي عن سن ترشح في الثلاثينيات من العمر ولا سن انتخاب في الثلاثينات من العمر. عم نحكي عن العشرينات، أوائل العشرينات. وبالتالي بنقدر نعرف بالضبط أو إلى حد بعيد جدا وقريب جدا من الحقيقة الحالة التي هو عليها الناخب أو الناخب، لأنه عند تحديث سجل الناخبين يعني نبدأ بالمرحلة الأولى التي ليس بالضرورة تتبعها انتخابات. يعني ممكن نعملها مش في سنة الانتخابات، بل الانتخابات كل 4 سنين. صحيح، يعني عندنا وقت للشغل هذا المفروض. طبعا، وهذا اللي احنا طلبنا فيه رسميا. وبنحكي عن نسبة برضه مش كبيرة على حسب التقديرات، يعني 2%. قديش بده ينتخب أصلا منهم وقديش منهم أصلا بده يسجل؟ على فرض إنه بدهم يجوا ينتخبوا كلهم. في سؤال يعني تقني فني. إنه حتى على فرض إنه 2.1% كلهم حضروا، كلهم قدموا أصواتهم، أو كلهم امتنعوا عن التصويت أو منعوا من التصويت. هل يؤثر ذلك على النتيجة الانتخابية؟ لا يؤثر. فبدل ما تفتح المجال لزيادة العدد على نحو يؤثر على الانتخابات، قد تقرر عدم إشراك الأمية وخليهم يروحوا على المحكمة، والمحكمة ترى وفق معايير النزاهة والحياد القضائي بتشوف نسبة الأمية في البلد تؤثر على نتيجة الانتخابات ولا لا تؤثر، أو بده هدول يعني الناس ضمن إجراءات معينة اللي شهادة محكمة يكون فيها حلفان يمين أو ما يتعلق فيه بأنه الشخص بقول لك لا يا سيدي. هدول العمليات الانتخابية والمتصارعين في الانتخابات ممكن يسووها، لأنه ادعاء شخص بالأمية وهو ليس بأمي في حد ذاته جريمة. نعم. يعني شكرا لك أستاذ إبراهيم البرغوثي على كل هذه المعلومات اللي أثرتها. الوسيلة اللاجعة الابتدائية التي على الجهات الرسمية أن تبدأ بها الآن أو في أقرب فرصة ممكنة هو تحديث السجل الناخبين بإضافة خانة إليه تشير إلى حالة الشخص المسجل فيه. شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، شكرا. مسؤول الشؤون السياسية والقانونية في مركز مساواة.